يعني إيه بقى سهم؟ السهم ببساطة هو ورقة ملكية، يعني لما تشتري سهم في شركة أنت فعليا بقيت مالك لجزء من الشركة دي. صحيح جزء صغير جدا، بس في النهاية أنت ليك حقوق، زي إنك تاخد نصيبك من الأرباح لو الشركة قررت إن هي توزع أرباح، ولو السهم سعره زاد تقدر تبيعه وتكسب فرق السعر. يعني خلينا نقول مثال بسيط، شركة فيها 1000 سهم وانت اشتريت 10 أسهم، يبقى انت هنا بتمتلك 1% من الشركة، ولو الشركة كسبت مليون جنيه فانت نظريا نصيبك من الأرباح هو 1%، يعني يساوي 10,000 جنيه. ولو قررت الشركة انها توزع أرباح نقدية ممكن تاخدها ككاش أو يزودوه بيها في المحفظة بتاعتك. طيب يعني إيه سوق الأسهم بقى؟ سوق الأسهم ببساطة هو المكان اللي بيتجمع فيه الناس اللي عندها فلوس وعايزة تستثمر مع الشركات اللي محتاجة فلوس علشان تكبر. يعني الشركة بتطرح أسهمها وتقول للناس اللي عايز يمتلك جزء من الشركة دي يقدر يشتري سهم، ولما الناس تبدأ تشتري وتبيع الأسهم دي بيتكون اللي احنا بنسميه السوق الثانوي، وده السوق اللي الأسعار فيه بتتغير كل ثانية، لأن كل لحظة في حد بيشتري وحد بيبيع.